وربنا غفر لك، وبعد كل ده جه وقت دخولك الجنة. ايوه، خد نفسك معايا كده. اول خطوة، اول نفس، اول احساس. الهوا هناك مش زي هنا، الريحة سبحان الله ريحة مسك، مش بس بتشمها، لا دي داخلة جواك مريحة قلبك قبل مناخيرك. وطبعا مناخير مش زي مناخيري دي، لان دي مش اشكال اصلا تخش الجنة. ده احنا هنبقى خلق اخر وحاجة اعظم بكتير، عظمة في كل حاجة. طولنا 60 ذراع زي سيدنا ادم عليه السلام، وعمرنا 33 سنة زي عمر سيدنا عيسى، وجمالنا زي سيدنا يوسف عليه السلام. فما بالك بقى انت كده، تخيل بقى انت داخل تشوف ايه. اول لما هتعدي من الباب هتلاقي الملائكة مستنياك في كل حتة. والله ربنا قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بيستقبلوك بكلمة السلام عليكم، وانت داخل بقى على ايه؟ على خلود. حضرتك عشت في الدنيا 30 سنة 60 سنة، اقول لك بلاش خليهم مليار سنة يا عم، خدني على قد عقلي واسأل اي حد بتاع رياضة وقول له المليار سنة دول لو قسمناهم على الخلود اللي في الجنة كده عمر الدنيا هيبقى كام عمر في الجنة؟ هيقول لك صفر. والله زي ما بقول لك، ما هو اصل اي حاجة هتقسمها على ما لا نهاية هتبقى بصفر، وانت عمال بقى بتنقش في الحجر وقافش في الصفر وبتضحي بكل حاجة عشانه، ده مع افتراض انك عشت مليار سنة اصلا. وخد بقى عندك خلود من غير خوف، من غير حزن، من غير تعب، انت مرتاح بس، مطمن بس، مفيش دبانة شغلة تفكيرك. اكتر حاجة كنت بتدور عليها في الدنيا وعمال تجري وراها بكل مجهودك موجودة هناك حوالين منك وبكل سهولة بنظرة منك بس. اقول لك هتيجي في بالك بس، هتلاقي حضرة قدامك شبيك لبيك، تبص كده قدامك تلاقي ارض من ذهب وقصر ايه، لا قصور لبن وعسل وخمر، بس مش زي بتاع الدنيا. ربنا عز وجل يقول فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه. مفيش حاجه بتبوظ، مفيش حاجه بتنقص، مفيش حاجه طعمها مش عاجبك، مفيش حاجه هتجيبها الشهر الجاي عشان المرتب خلص ولا بتاع الكهرباء ممكن يجي بكره. كل حاجه هناك بتزيد في كل مره بتشوفها، وانت بقى قاعد تتمشى هناك وقاعد تفكر هو انا استاهل كل ده؟ فتسمع صوت يقول لك هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ياه، لو الناس عرفت احساس اول خطوه في الجنه كانوا هيعملوا المستحيل عشان يوصلوا لها. اوعى تنسى الجنه مش حلم، دي وعد من الكريم، بس محتاج تمشي على الطريق وهو صفر وهيخلص وبعدها خلود. وما تنساش ده بيتك اصلا اللي نزلت منه عشان تختبر عشان ترجع له تاني. فاوعى تنسى ان دايما هدفك الجنه. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هقول لك المره الجايه لما تدخل الجنه هتقابل مين وهيقول لك ايه.